السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنشتغل واحده جميله جدا والوانها حتى جميله، وتقدري كمان تغيري الالوان اللي انت حباها. هنمشيها مع بعض خطوه بخطوه، بس قبل ما نبدا بقى مع بعض اعرفكم على نفسي. معاكم سمر من قناه افكار موري. اتمنى اشتراكك معايا في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ويا ريت المشاركه بقى مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. يلا بينا نبدا مع بعض ونمشيها مع بعض. هشتغل بخيط متوسط السمك، وهشتغل مقاس الابره معانا مقاس 3.5. اول حاجه هنبدا الدايره السحريه، وهنبدا اول حاجه مع بعض نعمل اول عمود. هدخل كده جوه الدايره السحريه واخد لفه خيط من تحت، هطلع اكون اول حاجه غرزه حشو، اسحب الاتنين دول مع بعض. بعد كده هنيجي غرزه الحشو معايا فيها فتلتين، واحده اهي واحده التانية. هدخل في تاني فتله منها واخد منها لفه خيط واطلع مع اللفتين برضو على الابره، هاخد منها لفه خيط اقفل الاتنين دول كده مع بعض. بكده احنا كونا اول عمود معانا، لفه خيط واكون تاني عمود معايا في الدايره السحريه. 3 لفات على الابره، هاخد لفه خيط اقفل 2، اتبقى معايا لفتين، هاخد لفه خيط اقفل 2. كده معايا تاني عمود 3، رابع عمود، خامس عمود، هكملهم ل 12 غرزه. كونا جوه الدايره 12 غرزه عمود. هنبدا نسحب الفتله بتاعه البدايه ونضيق الدايره، وهنيجي في اول عمود احنا كوناه هندخل في راس العمود واخد منه لفه خيط واسحبه من اللي على الابره بغرزه منزلقه. تمام كده اللون ده خلاص هننضف عليه في ظهر الشغل بتاعنا. نبدا اللون الجديد. اول حاجه هنعمل عقده البدايه معايا على الابره، وهقوم اخده كده معايا لفه خيط على الابره بالشكل ده، واجيب بقى معايا الدايره بتاعتي في اي راس عمود من ال 12 عمود هنبدا نشتغل فيها، ناخد منها لفه خيط. هيبقى معايا 3 لفات على الابره كده، هاخد لفه خيط اقفل 2 واسيب الاتنين دول متعلقين معايا كده على الابره، لفه خيط وانزل تاني في نفس المكان واخد لفه خيط من تحت. بقى معايا 4 لفات، هاخد لفه خيط اقفل 2، بقى معايا ال3 لفات دول على الابره، هاخد لفه خيط اقفل ال3 دول مره واحده مع بعض. بعد كده 2 سلسله، 1 2 لفه خيط، وهاجي في العمود اللي عليه الدور، الغرزه اللي عليها الدور بعد كده، واكون فيها نفس الغرزه. بكون اول حاجه غرزه عمود غير مكتمل، باخد لفتين بس من العمود واسيب الاتنين دول متعلقين، لفه خيط. تاني عمود في نفس المكان باخد لفه خيط من تحت، بيبقى معايا ال4 لفات، باخد 2 واسيب ال3 دول مع بعض مره واحده اقوم سحباهم. بعد كده 2 سلسله، 1 2، وهكذا. العمود اللي بعده هكون فيه نفس الغرزه، باخد لفتين واسيب 2 متعلقين على الابره، لفه خيط وكون تاني عمود برضو غير مكتمل. بعد كده بقفل الاتنين مع بعض مره واحده، 2 سلسله، 1 2 لفه خيط، وادخل على الغرزه اللي عليها الدور واكون فيها نفس الغرزه بتاعتنا، 2 عمود غير مكتمل، 1 2، وبعد كده بقفلهم مع بعض مره واحده. هنمشي بنفس النظام ده كده. كل غرزه عمود من ال 12 عمود هشتغل فوقيها غرزه كلاستر مكونه من عمودين، ما بين كل غرزه والتانيه معانا سلسلتين. 11 غرزه فرع معايا بالشكل ده، ما بين كل واحد والتاني 2 سلسله. هنكون مع بعض اخر واحده، اخر غرزه عمود معايا هكون فوقيها الغرزه الكلاستر، بسحب من لفتين واسيب 2 معايا على الابره. بعد كده باخد لفه خيط واكون تاني واحد معاه، بسحب من لفتين برضو واسيب ال3 لفات معايا على الابره مره واحده واقوم قافلاهم مع بعض مره واحده. بعد كده باخد سلسلتين، 1 2 سلسله، وهنيجي في اول غرزه كلاستر احنا كوناها وندخل في نص هنا كده من فوق واسحبها من اللي على الابره بغرزه منزلقه. وبكده خلاص اللون ده كمان. هنجيب اللون الجديد. هنعمل اول حاجه معانا عقده البدايه، وهبدا اجيب الشغل بتاعي. هندخل في غرزه الكلاستر، هاخد في النص كده في وسط غرزه الكلاستر وابدا اسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. معايا لفتين على الابره، هاخد لفه خيط اقفلهم الاتنين مع بعض اكون غرزه حشو. بعد كده هاخد 2 سلسله، 1 2 لفه خيط
وهسيب الفراغ اللي عليه الدور ده هنسيبه وندخل في الفراغ اللي بعده. يعني انا مش هشتغل في الفراغ اللي عليه الدور، هدخل في الفراغ اللي بعده وابدأ اكون فيه غرزة عمود. معايا ال3 لفات على الابرة، هقفل 2 في 2 لفة خيط وهكون تاني عمود. بكده معايا عمودين، هكون تالت عمود كمان معانا بالشكل ده. انا كده هنا بكون الزاوية بتاعتي. بعد ال3 عمدان دول هاخد سلسلتين، 1 2 لفة خيط وابدأ ادخل تاني في نفس الفراغ ده واكون برضو 3 عمود، 1 2 3. كده بكون كونت اول زاوية معايا. بعد كده هبدأ اخد 2 سلسلة، 1 2 وهنسيب الفراغ اللي عليه الدور ده وهبدأ اجي على اول غرزة كلاستر بعد الفراغ وهكون فيها غرزة حشو. هندخل في راس غرزة الكلاستر كده واخد لفة خيط واطلع. معايا لفتين، هاخد لفة خيط اقفل الاتنين دول مرة واحدة. بعد كده 2 سلسلة، 1 2 لفة خيط، هسيب الفراغ اللي عليه الدور وادخل في الفراغ اللي بعده وابدأ اكون فيه الزاوية التانية. هي عبارة عن 3 عمود، 1 2 3. بعد كده هناخد 2 سلسلة لفة خيط وابدأ اكون في نفس المكان تاني 3 عمود عشان اكمل الزاوية بتاعتي. 1 2 3. بكده انا كونت تاني زاوية معايا في الشكل بتاعنا بالشكل ده. هبدأ اخد 2 سلسلة، 1 2 وهنيجي نسيب الفراغ اللي عليه الدور وادخل في اول غرزة كلاستر قدامي هنا كده هكون فوقيها غرزة حشو بالشكل ده. كده احنا كوننا زاويتين في الشكل بتاعنا. هكمل بنفس النظام لغاية لما نكون كده كونت الاربع زوايا زي ما اتفقنا. بعد كل زاوية بناخد 2 سلسلة، 1 2 وعشان اقفل الدور بتاعي هنيجي هنا عند اول غرزة حشو كوناها وادخل فيها كده وابدأ اخد منها لفة خيط واسحب بغرزة منزلقة. تمام، بسحبها من اللي معايا على الابرة واقوم اخده سلسلة. وبكده خلصت اللون ده كمان. نبدأ نجيب اللون الجديد وهنبدأ نعمل عقدة البداية. هاجي في اي زاوية من الزوايا اللي احنا مكونينها دي وهبدأ ادخل بالابرة بتاعتي كده واخد لفة خيط واطلع. معايا لفتين على الابرة، هاخد لفة خيط واقفلهم مع بعض غرزة حشو. هاجي على اول غرزة عمود تقابلني وندخل فيها بالابرة كده وناخد منها لفة خيط ونطلع. معايا لفتين على الابرة، هاخد لفة خيط اقفلهم الاتنين مع بعض مرة واحدة. تاني العمود اللي بعده هكون برضو فوقيه غرزة حشو. العمود اللي بعده هكون فوقيه غرزة حشو. يبقى انا كده ال3 عمود اللي قبلوني كونت فوقيهم غرزة حشو ومعايا غرزة حشو كمان في الفراغ بتاع الزاوية. بعد كده هنيجي هنا كده السلاسل دي هنبدأ ناخد لفة خيط وهنبدأ ندخل في مكان الفراغ اللي ما بين غرز الكلاستر. تمام، هننزل كده في النص هنا تحت واقوم اخده منها لفة خيط وطالعة. معايا ال3 لفات على الابرة، هاخد لفة خيط اقفل ال3 مع بعض مرة واحدة بغرزة نص عمود، لفة خيط وانزل تاني في الفراغ اللي ما بين غرز الكلاستر واخد منها لفة خيط واطلع واخد ال3 مع بعض مرة واحدة. تاني غرزة نص عمود، لفة خيط وانزل لتالت مرة في نفس المكان واخد منها لفة خيط واطلع. معايا ال3 لفات على الابرة، هاخد لفة خيط اقفل ال3 مع بعض مرة واحدة. بكده كونت 3 نص عمود في الفراغ بتاعنا ده. لفة خيط وهنيجي على الفراغ اللي بعده ده وهكون فيه نفس الموضوع 3 نص عمود. ادي 1 لفة خيط، 2 لفة خيط، تالت نص عمود في نفس الفراغ ده. معايا الشكل كده. هنبدأ يقابلني هنا كده ال3 عمود بتوع الزاوية. هدخل فوق راس كل عمود واخد منه لفة خيط واكون غرزة حشو. هدخل في العمود اللي بعده واخد منه لفة خيط واطلع. معايا اللفتين هاخد لفة خيط اقفل في الاتنين بغرزة حشو. العمود اللي بعده غرزة حشو. هنيجي على الفراغ بتاع الزاوية بتاعتنا. اول حاجة هكون فيه غرزة حشو. بعد كده معايا 2 سلسلة، 1 2
بعد كده هرجع تاني جوه نفس الفراغ ده بتاع الزاوية واكون تاني غرزة حشو. هنلف الشغل الجنب التاني ده بقى وهشتغل نفس الحكاية، كل عمود يقابلني هشتغل عليه غرزة حشو. بعد كده لفة خيط وهنيجي في الفراغ اللي ما بين غرز الكلاستر ده وابدأ اكون فيه 3.5 عمود. 1 2 3. لفة خيط وهبدأ اكون في الفراغ اللي بعده برضو ده اللي ما بين غرز الكلاستر وهحط 3.5 عمود. 1 2 3. بعد كده هيقابلني العمدان، همشي فوق كل عمود منهم بغرزة حشو. هاجي في الفراغ اول حاجة بكونها فيه غرزة حشو، بعد كده 2 سلسلة 1 2 وانزل تاني في نفس الفراغ واكون فيه غرزة حشو، وهكذا هكمل بقى كده لغاية لما نلف على المربع كله. هنيجي عند اخر حتة بتاعتنا، هنيجي عند اخر حاجة الزاوية بتاعتي. اول حاجة هكون فيها غرزة الحشو، بعد كده 2 سلسلة 1 2 وهقفل في اول غرزة حشو احنا عملناها في الفراغ ده، هاخد منها لفة خيط واقفل عليها بغرزة منزلقة. نبدأ الدور الجديد سلسلة ونبدأ اول غرزة معايا دي هكون فوقيها غرزة حشو، بعد كده الغرزة اللي بعدها هكون عليها غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، واللي بعدها برضو غرزة حشو، وهكذا همشي فوق كل غرزة تقابلني هشتغل عليها غرزة حشو. هنيجي هنا كده جينا عند اخر حتة بتاعت الزاوية، هدخل جوه الزاوية بتاعت الفراغ ده كده واكون فيها غرزة حشو، واقوم اخده فيها برضو نفس النظام 2 سلسلة 1 2 وانزل تاني في نفس المكان في السلسلتين دول واكون عليهم غرزة حشو. بعد كده هنلف الشغل بتاعنا، هنلاقي بالنظام ده هيقابلني الغرز بتاعتي، همشي فوق كل غرزة من الغرز دي برضو غرزة حشو، همشي على كل الغرز اللي هتقابلني غرزة حشو ما عدا الزاوية بتاعتي، بدخل جوه الزاوية اكون غرزة حشو 2 سلسلة وهندخل تاني في نفس الفراغ ده واكون فيه غرزة حشو. بعد كده هدخل في اول غرزة حشو كونتها في الدور بتاعي واسحب منها لفة خيط واقفلها بغرزة منزلقة، بعد كده سلسلة، وبكده خلص الشغل بتاعنا. هنبدأ بقى ننظف على الشغل بتاعنا، وبكده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. واحدة جميلة جدا وسهلة جدا وبسيطة، تقدري تغيري في الالوان بتاعتها وتقدري تنفذيها في كذا مشروع. يا رب الفكرة تكون نالت اعجابكم كده. ما تنسونيش بقى باللايك بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، ويا ريت لو المشاركة مع الاصدقاء والحبايب عشان يستفيدوا معانا وعشان قناتنا تكبر بيكم. كان معاكم سمر من قناة افكار موري، مع السلامة.